الكلمة الآن لوفد الجزائر. السيد الرئيس، بداية شكرا على عقد هذه الجلسة بسرعة، وهي جلسة طلب عقدها قرابة كل أعضاء هذا المجلس. جلسة تعقد بسبب إلحاح الوضع. نعرب عن تقديرنا إلى الأمين العام المساعد يانكا والسيد راجا سينغام على الإحاطتين النيرتين حول الواقع الكارثي في غزة. أجل، تواجه غزة الجحيم، وهي بين أيدي قوة محتلة تهدد السلم والأمن الدوليين. تدين الجزائر بأشد التعابير قرار قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بتشريد كامل سكان مدينة غزة وشمال غزة، وبفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، كما لو أن غزة ليست أصلا تحت الاحتلال، كما لو أن غزة لا تعاني أصلا من حصار غير إنساني. هذه جرائم حرب، ومن يرسم خريطته بالدماء يجب ألا يتمتع بالإفلات من العقاب. فالعدالة يجب أن تسميهم بأسمائهم. يجب أن يكون هنالك مساءلة. السيد الرئيس، بعد 22 شهرا من التهجير القسري، 22 شهرا من التجويع، 22 شهرا من التطهير العرقي، هذه العملية لن تقوم فقط بزيادة الخراب في غزة، بل ستقضي بالكامل على ما تبقى فيها. كما لو أن قتل أكثر من 62,000 شخصا لم يكن كافيا، كما لو أن قتل أكثر من 18,000 أطفال بحق السماء، كما لو أن ذلك ليس كافيا، كما لو أن قتل أكثر من 12 امرأة لم يكن كافيا، كما لو أن التجويع حتى الموت أكثر من 200 إنسان لم يكن كافيا. والقائمة تطول، وهي ثقيلة وقاتمة، وما من وقت كافي للتحدث عن كل هذه التفاصيل. ولكن مع ذلك نرى أن السلطات المحتلة الإسرائيلية مستمرة بتكتيكاتها التي تتصل بالإبادة الجماعية وتنوي القيام بالمزيد. هل يمكن أن نتخيل ما قد سيحصل لو نفذت هذه الخطة؟ إن أهداف السلطات الاحتلال الإسرائيلية واضحة. يريدون أن يدفعوا بالسكان بالكامل خارج وطنهم. الفلسطينيون لن يتبقى لهم أي دولة، أي علم أو مستقبل في وطنهم، ولن يبقى أي فلسطيني من النهر حتى البحر. مع ذلك ينسون
أن الأرض تتذكر شعبها، ينسون أن أشجار الزيتون لا تستسلم للفأس، فهي تعود وتنمو من الجذور. على الرغم من وحشية القمع، لن يتخلى الفلسطينيون عن موطنهم، ولن يتخلى الفلسطينيون عن حقوقهم. نحن نؤمن بقدرة الفلسطينيين على الصمود، كما نؤمن بأن غزة على الرغم من جروحها ومن النزيف الحالي ستعود وتنهض من جديد في يوم من الأيام. السيد الرئيس، فلنكن واضحين، لا تأبه السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي، ولا تأبه بهذا المجلس، ولا تأبه بالإنسانية بحد ذاتها، فهي تتحرك بوحشية وقساوة وتحرم الفلسطينيين من أساسهم كبشر كي يستحيلوا إلى أقل من ذلك. بالنسبة إليهم إلى حيوانات بشرية، أجل بالنسبة إليهم هم يعتبرون أن الفلسطينيين مجرد حيوانات بشرية، وبالتالي يخططون لمقتل الفلسطينيين ويستخدمون كل أداة: التجويع، العطش، الأسلحة والذل. الذل. السيد الرئيس، إزاء هذه الإبادة الجماعية يجب رفع أو ارتفع كل صوت. إن محكمة العدل الدولية تحقق في جرائم الإبادة الجماعية المحتملة على يد القوى المحتلة الإسرائيلية. المحكمة الجنائية الدولية تلاحق من وقعوا بأسمائهم على سجل جرائم الحرب. تدين الجمعية العامة بشكل متكرر الاحتلال وتطالب بإنهائه. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحتسب الجروح ويندد بهذه الانتهاكات، ومع ذلك في هذه القاعة الموكلة بصون السلم والأمن بحسب ميثاق الأمم المتحدة لا نسمع سوى الصمت. لا نسمع شيئا من المجلس، والصمت ليس محايدا، فالصمت يقتل. السيد الرئيس، لابد أن ينهض مجلس الأمن، لابد أن ينهض للدفاع عن الطفل الذي يتمسك بأجزاء من الخبز. يجب أن ينهض لحماية الأم التي تبحث عن ابنها تحت الحيطان.
لابد أن ينهض لمساعدة الأب الذي جرح فيما يبحث عن المساعدة لإطعام أطفاله. لابد أن ينهض لكسر الصمت وكسر حلقة الإفلات من العقاب. لابد أن يتحرك هذا المجلس بشكل حاسم وثابت من خلال اللجوء إلى أدواته. لابد أن يتحرك بموجب الفصل 7 من الميثاق، فقد حانت الساعة لفرض الجزاءات على اليد التي سرقت الأرض، على العلم الذي يرتفع على الخراب. حانت الساعة لفرض الجزاءات على عدو الإنسانية. شكرا. أشكر وفد الجزائر على هذا البيان.